على المسرح كارل بيحاول انه يعبر عن مهاراته التمثيلية قدام الستات، مش مهتمين بمهاراته وحاسين انه مش ممثل كويس. وظهرت ماري وهي المسؤولة عن المكان وبتتمنى من الممثلين انهم يتعلموا من كارل، ونصحتهم ان الممثل لازم يعيش الشخصية اللي بيمثلها ولازم يخلي المشاهدين يصدقوه حتى لو الممثل هيأدي دور سفاح مقنع مجنون، فلازم الممثل نفسه يعيش الشخصية عشان يخلي الناس تحس بالرعب. التمثيل سهل جدا ولكن الواقعية هي اللي صعبة. وفي الشارع بين بيكلم أصدقائه على التليفون ولكنه سمع صوت غريب من حواليه. عرف انه وقع في فخ الأصدقائه ولقى مسجل الصوت الغريب، ولقى سفاح متنكر في قناع الأرنب وقتله. المدينة اللي السفاح فيها الناس هنا غريبة جدا وكلهم قصص غريبة. وبيظهر جون المريض مع كارل الدكتور النفسي. كارل كان حاسس انه مش هينجح في التمثيل فرجع لوظيفته الأساسية وهي العلاج النفسي. جون بيعاني من مشاكل نفسية كتيرة وشاف اعلان عن الدكتور كارل وتمنى انه يساعده. استغرب كارل لانه مش عامل اي اعلانات عن عيادة العلاج النفسي، ولكنه اعتقد ان ماري صديقته هي اللي ساعدته. كارل وجون شربوا مشروب جميل وصل لكارل كهدية من شخص مجهول. جون قال ان هو تعب وزهق من حياته وما بقاش حاسس بالسعادة، كل حاجة عادية وبتحصل زي ما هي كل يوم ومفيش اي حاجة جديدة. جون ملهوش عيلة او اصدقاء ومحدش هيهتم بيه لو مات، فتمنى ان كارل لو ما قدرش انه يساعده فلازم يقضي عليه ويريحه. استغرب كارل من جون وشكل حالته صعبة جدا، ولكن كارل عنده امل انه يساعده. سامع جون صوت غريب من المكان، ولكن كارل طمنه ان ده صوت كلبه ماكس وهو بيلعب. وعشان كارل يخلي جون يرتاح فهو لازم يكلمه عن حياته القديمة. كارل وهو صغير كان عنده اخوه مايكل المشهور والناجح من زمان، وكارل بيتمنى انه يكون زي اخوه ولكنه ما قدرش لان الكل دايما مع مايكل وبيحبوه. كارل كان بيحب ست اسمها كات. الحياة ما بقتش حلوة وهما مع بعض، ولما سابوا بعض كملوا حياتهم عادي بسعادة. لازم جون يتعلم من قصة كارل لان الملل مش هيكون سبب انه يقضي على حياته، لازم يلاقي سبب يخليه يكمل الحياة لانه هو مش عارف ايه اللي هيحصل بكره. لازم جون يسمح لكارل انه يتكلم معاه كتير عشان يساعده، هيخليه يتخلص من كل افكاره الوحشه وهيديله امل انه يكمل الحياه. وفي احد البيوت فيه راجل فاسد بيحاول انه يتعرف على البنات الصغيره عشان يضحك عليهم. وحس بالسفاح وظهر وقتله. السفاح بيتنقل في المدينة وشكله كده بيطارد الفاسدين. جون مستغرب من هدوء كارل وبيسمع منه قصته اكن جون هو اللي هيعالج الدكتور كارل. عيلة كارل فقدت الام اللي ماتت بعد ما خلفت ماجد. ماجد هي اخت كارل واختفت فجأة ومحدش لقاها. كان سنها صغير وكانت بنت غريبة، ولما اختفت محدش اهتم بيها او حتى افتكرها. حاسس جون ان كارل مجنون ومش هيقدر يسمعه اكتر من كده، ولكن كارل طمنه هو لازم يسمع القصة للآخر وهيفهم كل حاجة. والد كارل كان مدير المدرسة اللي فيها ودايما كان بيعذب كارل وبيعاقبه على كل مشكلة صغيرة بيعملها، وبيفكره بأخوه مايكل وهو لازم يحاول انه يكون زيه لانه مستحيل انه يكون احسن منه. عمر ما كارل كره اخوه رغم ان كل اللي حصل فيه كان ممكن يخليه انه يقضي على مايكل. هرب كارل من الاب وكمل حياته كطفل يتيم اتربى في الملاجئ، ما قدرش يعيش مع ابوه اللي كان مهتم بس بمايكل ونسي ماجد وكارل. وكمل كارل حياته وحيد وتمنى انه لما يكبر يساعد كل المحتاجين زي جون، وهيعمل كل حاجة يقدر عليها عشان يخلي جون يكمل حياته بسعادة. في المدينة الناس قلقت من حالات القتل اللي بتنتشر، كل الناس اللي ماتوا كانوا رجالة بس وشكل السفاح ما بيحبهمش. سام لما راح للحمام لقى السفاح وقتله. كارل فاكر ذكريات طفولته وبيحكي لجون عن شهرة مايكل اخوه، والاب عمل كل حاجة عشان يخلي مايكل يدرس في اكبر الجامعات، دفع فلوس عشانه وهو واثق ان مايكل هيحسن من صورة العيلة في كل مكان. الاب مهمل لماجد وكارل وهم على الاقل فرحانين لنجاح اخوهم مايكل. رفض الاب رغبة مايكل انه يكون لاعب كرة قدم محترف، وطلب منه انه يهتم بالدراسة احسن عشان يحسن سمعة العيلة، وكالعادة مايكل كان بينفذ كل طلبات ابوه. حاول كارل انه يعبر لابوه عن مدى حبه ليه ولكنه ما قدرش. وفي يوم مايكل قضى على نفسه لانه ما لقاش نفسه مرتاح في الدراسة، وكمان فقد فرصة لعب كرة القدم وحمل ابوه مسؤولية موته.
مراته. الاب مات حزنا على موت مايكل، وكارل هرب وكمل حياته كطفل يتيم. الغريبة ان كارل حاول انه يدور على ماجد ولكنه ملقاش عنها اي تفاصيل. هي كانت بنت غريبة ومحدش قدر يفهمها بسبب اهتمام الكل بمايكل. حاسس جون ان كارل مجنون وشكله هو اللي محتاج علاج نفسي. معاه مسدس وقال ان فيه رصاصتين بس. ذكريات عيلته مأثرة فيه وجون مش قادر انه يخليه يتوقف عن الكلام، وما زال جون متضايق من الاصوات اللي حواليه. وكارل طمنه ان ده صوت كلبه ماكس. جون مش مرتاح وعايز يمشي، ولكن كارل رفض. هو مش هيمشي الا لو قدر انه يعالجه نفسيا. وفي الغابة ترف قلقان من السفاح اللي بيقتل في الرجالة، فهرب للغابة مع مراته. ولما سابها راح يدور على حمام ولقى السفاح وهجم عليه وقتله. والسفاح هيسيب مراته، هو بس بيطارد الرجالة. حاسس بغضب شديد وبيقدر يهرب بسرعة ومحدش بيقدر انه يهرب منه. وصل لحفلة في المدينة وقتل في الكل، ومستغربين من قناع الأرنب الغريب. محدش قادر يهرب منه وساب الستات يمشوا وقتل في كل الرجالة. الشرطة بتحاول انها تدور عليه بسبب حالات القتل اللي زادت، ولكن طبعا محدش لاقي السفاح. الغريبة ان السفاح كمان وصل للأطفال، وشكله كمان غاضب من الرجالة الصغيرين وهو بيقتل فيهم. كارل وجون سمعوا تحذيرات الشرطة بخصوص السفاح. كارل طمن جون هو معاه مسدس فيه رصاصتين وهم في امان من السفاح. جون قلق من صوت الكلب ماكس وهيروح يشوف فيه ايه. كارل قلق وحاول يمنع جون بالكلام ولكنه فشل، فهجم عليه وهيجبره على العلاج النفسي. جون حاسس بجنون كارل ومش عارف هو ازاي دكتور نفسي. كارل وعده انه هيساعده وهيساعد اي انسان محتاج المساعدة. جون مش فارق معاه ولكنه مش عايز يسمع اي كلام تاني من كارل، وطلب منه انه يخلص عليه ويريحه. ولكن كارل رفض وقال له انه مش معاه كلاب في البيت وكذب على جون، ومصدر الصوت هو ست خطفها عشان يخلي جون يقتلها. ده علاج جون لو عايز يرتاح لازم يأذي البنت دي او يقتلها. هو ممكن يسيبه يمشي من هنا عادي، ولكن كارل هيقتل البنت دي وجون هيتحمل ذنبها. جون مش عارف يواجه جنون الدكتور، وفي نفس الوقت مش عايز البنت دي تموت لانها بريئة. وفيه كاميرات في العيادة وكارل ممكن يصور جون ان هو اللي قتل البنت وهيبلغ الشرطة. لو جون خرج من هنا حي فهيكمل حياته في السجن ولازم ينفذ كلام كارل. جون وافق انه يأذي البنت، ولما قرب من كارل هجم عليه وبالغلط ضربه بالنار من المسدس. مات كارل وقال لجون انه عمل كل ده عشان يساعده. لو وفر فرصة وحيدة لجون انه يعيش فهو هيتمسك بيها وهيكمل حياته. جون حرر البنت وما خدش باله ان اسمها ماجد، وهي اخت كارل الغريبة اللي كان بيحكي عنها زمان. مش عارفين هيعملوا ايه بجثة كارل. هو كان مشكلة وهو عايش، وكمان هو دلوقتي مشكلة وهو ميت. محدش شافهم وهم بيدخلوا لعيادة كارل، فلازم يمشوا من هنا وينسوا كل حاجة ويكملوا حياتهم عادي. الشرطة كده كده دلوقتي مشغولة بالقبض على السفاح الارنب اللي بيقتل في الرجالة، واكيد هيعتقدوا ان السفاح هو اللي قتل كارل. ولما مشيوا فاق كارل وهو مثل انه مات عشان يخلي جون في الاختبار الصعب اللي خلاه يتمسك بحياته. جون قرر انه يكمل حياته زي ما هي، وكده كده الناس كلها هتموت في الاخر لوحدها. كارل اتفق مع ماجد عشان يخلوا جون في الاختبار الصعب ده لعلاجه. كارل مش اسمه الحقيقي وهو كمان مش اخو ماجد، هو اصلا ممثل واسمه مارتن. وبمساعدة ماري وصلته لجون عشان يمثل عليه، وحكى ليه ساعتها قصة عيلة ماجد. ولما وصلت ماجد قالت لمارتن انه هيموت زي جون. هي كانت الشخص الغريب اللي بعتت له المشروب، والمشروب ده كان فيه سم. ولما جون مات الكاميرات مصورة كارل لما هجم عليه بالمسدس عشان ما يروحش المصدر صوت الكلب ماكس. هتعتبر الجريمة ان كارل قتل جون وبعد كده قضى على نفسه خوفا من الشرطة. ماجد حبت انها تعذب كارل اكتر فهتقتله باخر رصاصة باقية في المسدس، والمرة دي الرصاصة دي حقيقية. وقالت له انها هي السفاح الارنب وهي اللي قتلت اخوها كارل زمان في سفاح ارنب غريب هجم عليها وحاول يقتلها، وكارل ساعتها ظهر وما قدرش انه يساعدها وحاول انه يهرب. قدرت ماجد انها تقتل السفاح وراحت لاخوها كارل وقضت عليه لانه ما قدرش انه يساعدها، وهربت من البيت ومعها قناع الارنب وحست بقوتها انها قتلت سفاح، وتحولت هي للسفاح الارنب وبتقتل في كل الرجاله لانهم كلهم حاولوا يؤذوها ومحدش فيهم حاول انه يساعدها. الغضب والانتقام مسيطرين عليها. اللي بيساعد ماجد هو ماري اللي وصلتها لكارل، سعيدة بالرجالة اللي بتتقتل، وطلبت من ماجد انها تكمل شغلها، هترشدها لرجالة اكتر عشان تتلاعب بيهم وتقتلهم. وماري وماجد بيكرهوا الرجالة وهيتخلصوا منهم. الشرطة مش لاقية السفاح الارنب لانه ما بيسيبش اي اثار، وكمان مش عارفين يتتبعوه لانه ما بيعملش اي اخطاء. اعداد الرجالة بتقل في المدينة بسبب السفاح الارنب، وماجد وماري محدش هيقدر انه يوقفهم. ودي نهاية الملخص.